أكد المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد منتصر الأنباء المتداولة عن تشكيل الجماعة مكتبا مؤقتا لإدارتها لحين انتخاب مجلس شورى ومكتب إرشاد جديدين، موضحا أن هذا الأمر تنظمه لوائح الجماعة وأن الإدارة الحالية لها صلاحيات كاملة. وعن إمكانية حدوث مصالحة بين جماعة الإخوان والسلطة الحالية قال منتصر إن هذا لن يحدث، مشددا على أن الجماعة لن تعطي شرعية لنظام السيسي على حد تعبيره. بعد تزايد التكهنات، أكد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين تشكيل مكتب مؤقت لإدارة شؤون الجماعة لحين انتخاب مجلس شورى ومكتب إرشاد جديدين. محمد منتصر المتحدث باسم جماعة الإخوان قال في تصريحات صحفية إن الإدارة الحالية لها صلاحيات كاملة، وإن الخطوة تنظمها لوائح الجماعة التي تمر بمرحلة تاريخية فارقة على المستويين التنظيمي والسياسي، دفعت لإجراء تغييرات داخلية وحركية لمواجهة التحديات التي تقابلها منذ الانقلاب العسكري. منتصر أكد وجود خلاف داخل الجماعة حول بعض القضايا بسبب اختلاف الرؤى بين القيادات الموجودة حول قراءة المشهد الحالي وكيفية الخروج منه، بالإضافة إلى الاحتياطات الأمنية التي تحرم الجماعة من التواصل بين كتلها التنظيمية. تصريحات المتحدث باسم جماعة الإخوان تأتي عقب تصاعد الخلافات الداخلية المتعلقة بقيادة الجماعة والموقف من مسار الحراك الثوري، خلافات ظهرت بعض تداعياتها على السطح، وكان آخرها صدور بيان باسم مجلس شورى الإخوان يؤكد على التزام السلمية المطلقة، قبل أن ينشر الموقع الرسمي للجماعة تنويها بأن ما يصدر من خلاله أو عبر المتحدث الرسمي هو ما يعبر حصريا عن رأي جماعة الإخوان، في نفي مبطن لصحة البيان السابق وحول دعوات الاصطفاف الوطني بين القوى المعارضة قبل ذكرى ثورة يناير. أكد المتحدث باسم الإخوان أن الجماعة جزء من أي حراك حقيقي ضد سلطة الحكم العسكري، وأن الجماعة ستتعاون مع كل المخلصين لتوسيع نطاق الثورة بين قطاعات أكبر من الشعب بما يضمن إنهاء الانقلاب ومعاقبة قادته، مؤكدا ضرورة الارتكاز على شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي في أي تحول حر يقره المصريون لاحقا عبر الطرق الديمقراطية. تصريحات منتصر تكشف بحسب مراقبين الاستحقاقات التي تواجه جماعة الإخوان المسلمين من ترتيب البيت الداخلي ومواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها النظام المصري، انتهاء إلى تحقيق الاصطفاف مع القوى المعارضة والاتفاق على شكل الحراك الثوري في المرحلة المقبلة. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول الشيخ عصام تليمة قيادي بجماعة الإخوان المسلمين، كما ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأمريكية واشنطن عبد الرحمن يوسف الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية. بداية شيخ عصام، يعني منذ أشهر تم الإعلان عن لجنة إدارة الأزمة، وأن هذه اللجنة مخول لها إدارة الجماعة لحين انتخاب واختيار مجلس شورى ومكتب إرشاد. الآن يتم الإعلان عن مكتب مؤقت للإخوان، ما الذي يعني تشكيل هذا المكتب؟ وهل هذا المكتب يريد من أنشأه أن يقطع الطريق عن أطراف أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بس أصحح، لم يتخذ الإخوان مكتب إدارة أزمة الذي أعلن من شهور ليكون بديلا عن مكتب الإرشاد ولا لإدارة شيء بالداخل. الإخوان أرادوا أن هناك ملفات في إسقاط الانقلاب خارجيا، الملف الإعلامي والملف السياسي والملف المالي، هذا يحتاج إلى حراك في الخارج. الملف الحراك في الداخل يقوم به القائمون على العمل في الإخوان بالداخل، فأنشئ مكتب إدارة الأزمة أو مكتب الإخوان بالخارج ليدير هذه الملفات، وليس بديلا عن مكتب الإرشاد، بل يتبع في إدارته مكتب الإرشاد أو مكتب إدارة الإخوان بالداخل. هذا بس بداية لتوضيح الأمرين. المكتب الأخير الذي أعلن عنه الأستاذ محمد منتصر المتحدث الإعلامي باسم الجماعة هو مكتب يدير إخوان الداخل نظرا للضربات الأمنية وعدد المعتقلين من أعضاء مكتب الإرشاد، سواء كانوا في الداخل أو أنهم خارج مصر أو من استشهد أو من مات من أعضاء الشورى. هذه مؤسسات الآن لم تعد مكتملة، إضافة إلى بعض مجالس الشورى انتهت صلاحياتها منذ عام. هذه مؤسسات تحتاج الجماعة إلى أن تكتمل وتعاد مرة أخرى بترتيبها.
فهنا الآن أصبح هذا المكتب القائم في الداخل الذي يدير مؤقتا له كل الصلاحيات، لأن اللوائح والنظم الآن لم تعد مفعلة، لأن هؤلاء الناس الذين في السجون، يعني المرشد في السجن والنواب في السجون، وهناك نائب توفي والأستاذ جمعة أمين رحمه الله في لندن. إذن تحتاج الجماعة لاستكمال المؤسسات الداخلية بها، والإخوان عندها هذه الميكانيكية السهلة. طيب شيخ عصام، يعني من الذي أعطى نعم. شيخ عصام، من الذي أعطى الصلاحيات الكاملة لهذا المكتب؟ يعني من المنوط إليه؟ ما هي الجهة المنوطة إليها بإعطاء هذا المكتب الصلاحيات الكاملة؟ هذه الصلاحيات من داخل الإخوان أنفسهم، لأن في النهاية كل إخوان الخارج يتبع الإخوان الداخل، يعني لا يستطيع أحد في خارج سواء في الروابط أو الأقطار الأخرى إلا يتبع الإخوان في إدارته للداخل، خاصة المصريين، أنا أقصد الروابط المصرية مش الروابط البلاد الأخرى. فهذه الصلاحيات تعطى تلقائيا لمن هو متواجد من أعضاء مكتب الإرشاد وليس معتقلا أو مسجونا أو خارج البلاد. هو في مصر الآن اللي في الداخل يعتبر، ويختار الناس مجموعة معهم لهذه الإدارة باختيار من القواعد الإخوانية، فصلاحياته نابعة من القيادات الإخوانية. طيب، القواعد الإخوانية. نعم. ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن الدكتور محمد سودان، القيادي بحزب الحرية والعدالة. دكتور محمد، أيضا في الحوار الذي أجراه محمد منتصر قال أن الاختلاف هو اختلاف تنوع واختلاف طبيعي، لكن هناك من يرى أن الإخوان الآن يمرون بأزمة عاصفة، فكيف يختلفون وهم في هذه الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام. يعني خلينا نقول الحقيقة، طبعا بما لا شك فيه هناك خلاف الآن موجود بين القيادات وبين أفراد الإخوان المسلمين بما لا شك فيه، والنتيجة يعني للمحنة اللي بنتعرض بها إذا كان في الداخل أو الخارج، فبالطبع هناك بعض خلاف في الرأي وصل إلى أن يبقى فيه هناك خلافات. لكن الحقيقة احنا محتاجين نقلل مساحات هذه الخلاف بقدر المستطاع، محتاجين نحكم العقل أكثر، محتاجين ان احنا نشوف التربية اللي احنا تربيناها، يعني نرجع تاني لطريقنا وما ياخدش مننا عدونا الحقيقة، لأن أي خلاف بيننا الآن أو بيننا وبين غيرنا هو. طيب يعني ابقى معنا دكتور محمد سودان، لأن يبدو أن هناك مشكلة في التواصل معك، لكن أعود إلى الأستاذ عبد الرحمن يوسف الباحث المتخصص. يعني هناك خلاف واختلاف الآن تمر به جماعة الإخوان، هذا الاختلاف هل هو متعلق أو الخلاف هل هو متعلق بالمنهج، هل هو متعلق بالآليات أم متعلق بالأفراد؟ أستاذ، طيب يبدو أن يعني سنعود مرة أخرى للأستاذ عبد الرحمن يوسف. دكتور محمد سودان، الخلاف الموجود حاليا داخل جماعة الإخوان هل هو متعلق، نفس السؤال، هل هو متعلق بالمنهج أم بأفراد أم بآليات عمل؟ لا، هو الحقيقة أنا من وجهة نظري إن الخلاف اللي موجود الآن هو خلاف فكري في حل الأزمة. يعني هناك البعض يرى ان حل الازمه يكون بطريقه فنيه، وهناك غير يختلف، وده نتيجه اعتقد لبعدنا او بعد بعضنا عن المنهج الاصيل اللي الجماعه اتربت عليه، اعتقد هو ده السبب الرئيسي. فهي اختلاف فكر في حل القضيه، هو ده موجود حاليا. طيب ألا يدل أن هذا الاختلاف الفكري على أن هناك خلل داخل الجسد الإخواني، لأننا نتحدث الآن على الخلاف بين قيادات ليس خلاف بين أفراد عاديين، الخلاف الآن بين قيادات، ألا يعبر هذا عن خلل متواجد داخل الجسد الإخواني، جسد التنظيم الإخواني؟ لا الحقيقة أنا ما أقدرش أسميه خلل، لأن يعني نفس هذه الأمور حدثت لها سوابق عدة في أزمنة مختلفة، في محن مختلفة قبل كده. يعني على مر السنوات والعقود حدث مثل هذه الخلافات، اذا كان في الجماعه في مصر حدث هذا النوع، حدث كمان في بلاد اخرى، بالجزائر حصل خلاف، في سوريا حصل خلاف، فهي نتيجه للمحن الشديده بيحدث اختلاف في وجهات النظر لحل هذه القضيه او مواجهه هذه الازمه، فبالتالي كل له راي. وانا عايز اقول ان دي ظاهره صحيه، جماعه مش جماعه جامده، مش جماعه يعني كتل جامده، بالعكس
بشر وبشر بيتفاعل، والتفاعل ده بيبقى مختلف. طيب دكتور محمد، هناك من يؤول الخلاف الموجود الآن هو خلاف بين جيلين متصارعين، جيل يرى أنه هو أبو لهذه الجماعة وأنه لابد أن يحمي هذه الجماعة، وجيل آخر يرى أن التحركات الماضية لم تؤتي ثمارها ووجب على الشباب أن يتصدروا المشهد الآن. لا، أنا الحقيقة بختلف تماما عن هذا الرؤية وهذه الحل. القضية مش قضية جيلين أو شباب أو جوه وبره. القضية زي ما بقول لحضرتك إن كل واحد بيدافع عن وجهة نظره في نتيجة للمحنة الشديدة اللي احنا بنتعرض عنها. طبعا الشباب له حمية بما لا شك فيه، ويريد أن يحل الأزمة بوقت سريع وبشكل ينبع عن قوة، لكن الحقيقة لابد من الرجوع للتاريخ، لابد من الرجوع للتربية اللي احنا تربينا عليها، لابد من الرجوع لنهج الجماعة. إنما إذا واحد حب يختلف عن النهج اللي تربت عليها الجماعة، والجماعة معروفة في نساقها وفي لوائحها كيف تواجه النظم الاستبدادية، واحد عاوز يخرج عن النظم الاستبدادية يبقى يخرج بقى من عباية الجماعة ويشوف له طريقة ثانية يحل بها يعني مشكلته. طيب يعني هو طيب ابقى معي دكتور محمد. نعم، ابقى معي دكتور محمد، لأنه عاد إلينا الأستاذ عبد الرحمن يوسف. أستاذ عبد الرحمن، ربما سؤالي كان يتعلق أن بتوصيفك لهذا الخلاف، هل خلاف متعلق مشكلة بين جيلين؟ هل متعلق بالمنهج؟ هل متعلق بآليات عمل؟ هو في حقيقة الأمر هو متعلق بالثلاث نقاط: الفكرة الجيلية، وفكرة المنهج، وفكرة آلية العمل. وببساطة شديدة إذا رأينا الخلاف وإذا رأينا جذوره سنجده أنه ممتد منذ ما قبل الثورة، ولكن الذي فجر الأمر بشكل كبير هو الحالة التي وصلت إليها جماعة الإخوان المسلمين عند 30 يونيو و3 يوليو. دائما ما كان آراء الشباب تركن إلى الثورة، وجدنا منهم من خرج إلى محمد محمود، أحداث مثل محمد محمود الأولى تحديدا. نعم. ولكن القيادات نستطيع أن نقول أنها شوهت نضالهم الذي قاموا به آنذاك مع الشباب الآخرين على الأرض ببيانات كانت منفردة بدعوى أن بين قوسين المقولة التي يسخر منها الجميع أن اللي فوق عارفين أكتر. وبالتالي الشباب وجد نفسه يدفع تكلفة أو يدفع ثمن بعض أخطاء القيادات الكبرى في التقدير. طيب ابقى معي أستاذ عبد الرحمن يوسف. الآن ننتقل إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية لمتابعة المؤتمر الصحفي الذي يعقده مكتب التحقيقات الأمريكي بشأن آخر تطورات واقعة إطلاق النار. إذن كان هذا مؤتمرا صحفيا عقده مكتب التحقيقات الأمريكي بشأن آخر تطورات واقعة إطلاق النار. وعدنا مرة أخرى لما كنا ناقشه وما قاله محمد منتصر المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بإنشاء مكتب، تحدث عن تشكيل مكتب مؤقت للإخوان. الشيخ عصام، يعني أيضا فيما قاله محمد منتصر وربما يكون له دلالة نريد أن نسألك عنها. هو قال عندما سئل عن اتهام السلطة للإخوان باستخدام العنف قال إن جماعته ليست حركة مسلحة أو جيش نظامي، وقال أنها باتت تعرف نفسها حاليا بأنها حركة إسلامية شعبية تدير منظومة كفاح ثوري لرفض الانقلاب والحكم العسكري. يعني هذا التعريف هل هو استحداث للتعريف الذي عرف الإمام حسن البنا جماعة الإخوان أنها جماعة إصلاحية ودعوية وذات رؤية شاملة للإسلام؟ هل هذا هو تطور فكري أم أن هذا الأمر هو محور الاختلاف والخلاف؟ لا أجد أي تعارض بين الأمرين. يعني إحنا في النهاية إن إحنا جماعة شعبية، طبيعي الإخوان تنطلق من الشعب وتدعو الشعب، وتنطلق من المجتمع وتدعو المجتمع. يعني أفراد الإخوان ما هم إلا أفراد من الشعب والمجتمع. أنها ثورية للإصلاح، لا، الإخوان ليسوا ضد الثورة. حتى حسن البنا لما تكلم هو كان ضد الثورة التي تؤدي إلى فوضى، أو الثورة التي تنطلق من الرأس ولا تسندها قاعدة شعبية تستقيم وتندمج مع الشعب ولا تنطلق من النصوص الشرعية. هذا ما يقصده حسن البنا. فلا يوجد أي تعارض أو تغيير في التعريف، لأن الإخوان شأنها شأن أي حركة تتطور، والإخوان نفسهم خالفوا بعض الأمور التي قال بها حسن البنا زي قضية الحزبية، التعددية الحزبية. حسن البنا كان ضد الحزبية التي تشق صف الشارع الوطني المصري، والإخوان جاءوا فآمنوا بالأحزاب وأنشأوا أحزاب. الإخوان أيام حسن البنا كان لهم موقف من المرأة في قضايا معينة،
فبعد اللي هي الوثيقه بتاعت الاخوان والمراه والتعدديه والحزبيه. نعم. فهذا اجتهاد تجديد وليس عيبا، فده تجديد في بعض الادبيات. طيب. لا يصطدم ولا يختلف طيب عن ده يدعنا اساسيات الجماعه ولا استراتيجيات نعم. الجماعه. نسأل الأستاذ الدكتور محمد سودان، إلى أي مدى ترى أن هذا التعريف هو تعريف متناغم مع التعريف الذي صكه الإمام حسن البنا حول أن جماعة الإخوان هي جماعة إصلاحية وحركة دعوية شاملة؟ يعني جماعة الإخوان هي على الجماعة على النسق الذي أنشأه الإمام البنا رحمة الله عليه، جماعة في البداية جماعة إصلاحية تهدف إلى إصلاح المجتمع بالنظام الموعظة الحسنة وهداية الناس والتداخل مع المجتمع في قلب المجتمع. يعني السؤال يا دكتور محمد فيما يخص أن التعريف أنه تدير منظومة كفاح ثوري لرفض الانقلاب والحكم العسكري، هل تتفق مع هذا التعريف أم تختلف معه؟ لا طبعا، لا، أنا بختلف تماما إن تتحول الجماعة من نهجها لمقاومة صب النظام الثوري السلمي إلى ثوري مسلح. لا طبعا، لا، أنا لا أؤيد هذا أبدا، يعني لا أؤيد هذا أبدا، ولا يعني لا يخص جماعة الإخوان المسلمين. يعني أنت ترى أن فكرة الكفاح الثوري هذا ليس له علاقة بجماعة الإخوان؟ يعني لا طبعا، في يعني خلينا نقول بس كفاح ثوري سلمي، أنا بس رابط بين دول الحقيقة. يعني نحن في كفاح الآن، وكفاح منطلق من الثورة، ولكن هذه الثورة بنظم سلمية وليست بنظم غير سلمية أو فيها عنف أو خلافه. ده منهج الإخوان المسلمين. نعم. منهج الإخوان المسلمين. نعم. نعود للدكتور الأستاذ عبد الرحمن يوسف. أستاذ عبد الرحمن، كنا نتحدث عن فكرة الاختلافات والتباينات والخلاف وأساس الخلاف الموجود حاليا. كنت تحدثت عن الموضوع مرتبط بأزمة جيلية كما كنت تتحدث، ممكن أن تكمل هذه النقطة لكن سريعا. نعم، هناك أزمة جيلية، هناك شيخوخة جيلية داخل جماعة الإخوان المسلمين، هي ليست منفصلة عن المجتمع المصري الذي هو بدوره يمر بشيخوخة جيلية على مستوى الإدارة على مستوى السياسة، وجماعة الإخوان ليست منفصلة عنه. الثورة عندما جاءت أطلقت كثيرا من الشباب في مجال الفضاء العام بنوع من الاستقلالية. حافظ بعض شباب الإخوان على الانتماء للجماعة مع بعض التحفظات، ووجدنا انشقاقات أو وجدنا خروج كثير منذ مؤتمر فندق سفير في مارس أو مايو في 2011، ووجدنا بعد ذلك انفصالات متعددة منذ إعلان أبو فتوح ترشح الانتخابات، واستمر هذا الانفصال رويدا. الفارق فقط في الانفصال بعد مرحلة رابعة وبعد الثورة أن الانفصال بعد رابعة كان يتجه نحو اليمين، بمعنى أنه كان يتجه نحو مجموعات قد تستخدم فكرة العمل المسلح أو ما إلى ذلك، نظرا لأنها وجدت أن شيوخ الجماعة ما زالوا مترددين وما زالوا ليسوا لديهم حسم في مفهوم الثورة ويشوهون مفهوم الثورة. بالمناسبة كثير من الشباب الذي تحدثت معهم خلال أعمالي أو كتاباتي كانوا ينطلقون من فكرة مفاداها أن الثورة ليست بالضرورة تكون مسلحة أو تصل إلى مرحلة العنف التدميري، وهذا هو الذي يستخدمه شيوخ الجماعة في محاولة تشويه بحسب رأي الشباب في تشويه حراكهم بين قوسين الثوري. لذلك الأستاذ أو الدكتور محمد سودان قال أنا لست مع الثورة المسلحة، في حين أن محمد منتصر لم يتحدث عن ثورة مسلحة وإنما تحدث عن ثورة شاملة، وبالتالي هذا يكشف لك حالة المناورة بين الطرفين فيما يتعلق بتعريف السلمية وفيما يتعلق بتعريف الثورة، سواء بمفهومها الشامل أو بمفهومها المتوسط أو ما إلى ذلك. وبالتالي هذه النقطة الرئيسية التي تكشف عن أزمة في طريقة التفكير. نعم. وانعكست بعد ذلك فيما يتعلق بالمنهج، بمعنى أننا نجد محاولة لاختطاف حسن البنا في ذات اليمين وذات الشمال. حسن البنا تحدث عن فكرة المقاومة فاستدعاها الشباب واستدعوا معها أفكار للشيخ سيد قطب أو الأستاذ سيد قطب، والشيوخ يتحدثون عن أن حسن البنا لم يتحدث فقط إلا عن الإصلاح، وبالتالي كلا الطرفين يحاول أن يرسم صورة ذهنية مفاداها أنه خير ممثل لحسن البنا الذي أسس هذه الجماعة التي ننتمي إليها، وربما يكون هذا الانتماء هو الرابط الوحيد الآن بين الكيانان المختلفان أو ربما المتصارعان. على مستوى الآليات، وهي النقطة الثالثة والأخيرة،
أن الشباب وجدوا أن هذا النظام لا يريد أي نوع من أنواع التفاهمات. وأعتقد أن التقرير أو التحقيق المهم الذي نشرته جريدة نيويورك تايمز فور فض رابعة أو بعد فض رابعة، والذي نعم. كشف أن النظام تراجع عن فكرة تفاهمات كانت تجري لحقن الدماء، كشفت أن هذا النظام لا يريد إلا تنكيلا ولا يريد إلا صداما وتصعيدا يضع الإخوان في الزاوية بحيث لا يكون لديهم أي مفر إلا من المواجهة. نعم. كانت آليات المواجهة لدى الشباب تنطلق من فكرة ما دون السلمية، ما دون القتل فهو نعم. سلمية، بمعنى طيب. استخدام مصطلح تقليم أظافر الداخلية. طيب. داخلية في حين أن القيادات خشيت من صورة الجماعة في الخارج. وإبراهيم منير تحديدا قال في مؤتمر في اجتماع في تركيا، وهذه معلومة مؤكدة لي، أنه لن يضع قطرا واحدا يضيع بقية الأقطار، بمعنى أنه لن يترك الشباب في مصر يشوهون صورة الجماعة على المستوى العالمي. يعني هذا تصريح تتحمل مسؤوليته أستاذ عبد الرحمن، لأن الدكتور إبراهيم منير ليس معنا الآن. سؤالي للشيخ عصام. نعم أتحمل مسؤوليته كاملة. نعم، ابقى معي. سؤالي للشيخ عصام تليمة، يعني ما قاله الدكتور محمد سودان هو أنه مع الكفاح الثوري السلمي، ولابد من ذكر السلمي في الأمر، ويبدو أن كما قال عبد الرحمن أن هذه الفكرة هي منبع الخلاف، أم أن الخلاف له علاقة بالأفراد أكثر منه من يعني ليس شكلا مبدئيا ولكن هو شكل شخصنة أكثر منه مبدئي؟ لا، أنا أتفق طبعا مع الأخ عبد الرحمن أن الخلاف في الإخوان ليس خلافا بين ثورية يعني مسلح وسلمية يعني غير مسلح، ده غير صحيح. لا يختلف لا الإخوان لا في الداخل ولا في الخارج ولا في أي مكان على الأداء الثوري السلمي بكل ما يضمنه الشرع في الدفاع عن النفس، كل الوسائل المشروعة قانونا وشرعا. يعني ما حدش يختلف أصلا، لا خلاف بين الإخوان فيما يدور من خلاف حول استراتيجية الإخوان ولا كيفية إسقاط هذا الانقلاب ولا تبني مبدأ سلمية الجماعة ولا تبني مبدأ الثورية. الخلاف إداري بحت، ليس إلا في كيفية إدارة هذا الصراع، وهل من يخرج من خارج مصر يظل يحتفظ بمنصبه أم لا، وهل من يدير بالخارج أم من بالداخل، وهل الاعتراف بالداخل، يعني تفاصيل إدارية خارج هذا الإطار تماما، عشان بس ما نشوش فعلا حراك الشباب في أنه عنف أو غير عنف. هذا غير صحيح أبدا، بدليل أن من بالداخل ومن بالخارج تبنى بيان نداء الكنانة الذي نص فيه العلماء على نصوص كثيرة توضح هذا الخيار الثوري بكل أدبيات. الطرفين بالمناسبة تبنوا وأقروا نداء الكنانة الذي أصدره العلماء. ارجعوا إلى بيانات، إلى هذا البيان بالتفاصيل، هتعرفوا أنه فيش خلاف بين الطرفين في الاستراتيجية الفكرية في إسقاط هذا الانقلاب. لكن الدكتور يعني محمد سودان وهو معنا تحدث على أن الخلاف هو خلاف فكري بين يعني الالتزام بنهج البنا في مقاومة الاستبداد أو مواجهة الاستبداد، والإخوان لهم تاريخ في هذا الأمر، وبين من يريد أن يعني يستخدم آليات مختلفة تخالف هذا المنهج. وقال من يريد أن يلتزم بهذا المنهج فيلتزم، ومن لا يريد أن يلتزم بهذا المنهج فليخرج من الجماعة. سؤالي للشيخ عصام. يعني يحضرني بيت الشعر هنا، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. يعني منهج حسن البنا ما الذي أنا أزعم، أنا عندي كل أدبيات البنا ومقالات البنا المنشورة وغير المنشورة. حسن البنا لما نيجي نشوف تاريخه لا عامل إلى العمل الثوري، اللي يقول لك ما فيش ثورة عند البنا. طيب البنا أرسل ناس ودعم الثورة في اليمن ضد الإمام في اليمن، ده ما كانش عمل ثوري؟ حسن البنا أنشأ تنظيم خاص للعمل ضد الإنجليز، وأنشأ تنظيم داخل الجيش وتنظيم داخل الشرطة اسمه قسم الوحدات وتنظيم عسكري مدني جوه الإخوان. الأربع تنظيمات دي عشان إيه؟ عشان ما يعملش ثورة؟ مستحيلة، يعني كلام مش منطقي. نعم. مش ده من أدبيات البنا ومن كلام البنا ومنهجه؟ هل يستطيع أحد أن ينكر إن البنا عمل هذه التنظيمات؟ كان عاملها ليه؟ ليه عامل جوه الجيش تنظيم؟ ليه عامل جوه الشرطة تنظيم؟ كان مسؤولها الأستاذ صلاح شادي. ليه معمولة التنظيمات دي؟ عشان يعني يخلي الداخلية تقرأ الأذكار والمأثورات؟ ولا العلة إن دي الثورة التي يلتقي فيها الرأس مع القاعدة الشعبية اللي أنا لسه أشرت فيها، اللي مش ثورة قائمة على الفوضى ولا على الدم ولا على العسكرة،
نعم. هو ده المقصود. طب. فده منهج البنا بيني وبين أي إنسان يريد نعم. أن يتناقش في منهج البنا. ابقى معي هذه شيخ الأدبيات عصام. الواضحة. نعم دكتور محمد سودان، إذن الحديث حول الخلاف ليس خلافا فكريا كما تقول من وجهة نظر الشيخ عصام، لكن هو خلاف إداري متعلق بالأفراد، وأن منهج البنا يحمل في أدبياته الحديث عن الثورة، بل أنشأ تنظيمات داخل الجيش وداخل الشرطة. طيب خلينا الأول نتكلم. أنا كلامي وأكدته عدة مرات. نعم. نحن الآن في كفاح ثوري، ما قلتش أبدا إن إحنا بعيد عن الثورة. نعم. وإحنا في ثورة من 2011 حتى الآن، فما زلت مصر إن إحنا في ثورة، لكن اتجاه الثورة ما زلت بقول وأصر إن الثورة سلمية. أما عن تاريخ الإخوان المسلمين من سنة 28 حتى الآن، نذكر إن الإمام البنا شكل التنظيم الخاص وشكل عدة فرق. هذه الفرق كان لها عمل أساسي وهو مقاومة المحتل البريطاني اللي كان موجود وقتها في مصر. احنا بنتكلم عن أمرين مهمين جدا لابد تفرقة بينهم، بين مكافحة النظم المحلية المستبدة، وبين ان انا ابعت فرق تروح تجاهد في فلسطين في فلوجة دايما بكل عارف ونفتخر بذلك، او ان احنا نقاوم المحتل البريطاني اللي موجود. انما لم يكون ابدا حسن البنا، ولم اسمع عن شخصيا عن التاريخ فرق لاغتيال مثلا، او فرق لقتل الشرطه، او فرق لقتل ضباط الجيش المنحلين، او لم اسمع ابدا في تاريخ الاخوان المسلمين عن هذا الامر. انا شخصيا ما سمعتش، يعني كان الشيخ عصام يسمع، ده دي قضيه ثانيه. اذا طيب هو في هذه النقطة دكتور محمد، في هذه النقطة الشيخ عصام يقول أن الأمر متعلق باستخدام الأساليب السلمية الثورية بما يتوافق مع الشرع ومع القانون. شوف حضرتك، خلاص احنا متفقين، احنا بنقول اهو سلمي ثوري، واخد بال حضرتك، يتفق مع الشرع ومع القانون. احنا متفقين، مفيش بيننا خلاف. مسألة هل في خلاف إداري؟ في خلاف إداري الآن. هناك شخصيات عند خروجها أو داخل مصر الآن من الإخوان المسلمين، خاصة القيادات، مع اختلاف وجهات النظر حصل بيننا خلاف. كمان الشخصيات اللي خرجت برا مصر مع اختلاف وجهات النظر في إدارة الأزمة الآن حصل خلاف بين الشخصيات. لكن لابد أن يعود الجميع إلى الطريق الواحد اللي احنا تربينا عليه، إلى النهج اللي احنا تربينا عليه، إلى منهج الجماعة اللي احنا تربينا عليها، ونعود إلى ذلك ونصحح ما بيننا ونضيق الخلاف. وأكرر مرة أخرى إن هذه الخلافات هي لصالح الفتاح السيسي وعصابته 100%. فلا بد إن احنا نضيق هذه الخلافات ونزيلها فيما بيننا وفيما بين الآخرين كذلك. لكن الاتفاق على ان احنا في حاله ثوريه، طبعا احنا في حاله ثوريه، نعم. لا شك فيه. طيب ابقى معي دكتور محمد. استاذ عبد الرحمن يوسف، الحديث حول الاصطفاف مع جماعه الاخوان المسلمين، يعني محمد منتصر يقول ان الاصطفاف على ركائز عده، هي ركائز ثوره 25 من يناير، ومن ضمن هذه الركائز ايضا شرعيه الدكتور محمد مرسي الموثقه عن الانتخابات، ثم بعد ذلك يختار الشعب ما يختار من اليات لتغيير هذه الرئيس بوفق آليات شرعية. إلى أي مدى هذا الحديث حول الاصطفاف يعني مجدي في هذه الظروف، وفي ظل بيانات خرجت من قوى ثورية مختلفة تقول أن نجعل الثورة هي الأساس وما خلاف ذلك أمر نتحدث فيه لاحقا؟ عظيم. مبدئيا فقط اريد ان اؤكد انني ان الخلاف داخل الاخوان هو فكري واداري في نفس الوقت. هذه نقطه اساسيه، لانها ليست فكر واداري فقط، الامران قائما. ناتي الى نقطه الاصطفاف. نقطه الاصطفاف اعتقد انها يعني لا يمكن ان تتم دون ان يكون هناك توافق حول صيغه لرسم صوره ذهنيه واحده حول 30 يونيو و3 يوليو، ومدى اعتراف قطاع داخل الإخوان رئيسي أو يمثل كتلة حرجة بأخطاء الإخوان ما قبل 30 يونيو وأخطاء والقوى المدنية أو القوى الثورية التي شاركت مع الإخوان في 28 يناير أو اشتركوا سويا مع الشعب المصري في رسم صورة ذهنية عن الأخطاء ومدى ارتكابهم الأخطاء فيما يتعلق من 3 يونيو وحتى 4 وما بعد 4 دون وجود رسم أو اتفاق حول صورة ذهنية عن هذه الفترة. سيظل الخلاف يجرنا إلى نقطة هل يعود مرسي أو لا يعود مرسي. فكرة عودة مرسي هي فكرة إشكالية. الإخوان لابد
الإخوان ترى في دائما أنها لابد أن تستخدمها حفاظا على حياة مرسي حتى لو كان إعلاميا. هناك بعض قطاعات داخل الإخوان يعني لضيق الوقت أستاذ عبد الرحمن، في ذهنها نعم لضيق الوقت أريد أن أتجه بسؤال إلى الشيخ عصام تليمة. الشيخ عصام، في وجود هذا الخلاف، يعني من يعبر الآن عن الإخوان المسلمين؟ هل الشباب في الداخل أم لجنة الإخوان الخارجية أم إخوان لندن أم إخوان تركيا؟ من الذي يعبر عن الإخوان؟ المتفق عليه الذي يعبر عن الإخوان وفي قراراتها أنهم إخوان الداخل، هذا المكتب المؤقت إلى حين إجراء انتخابات لمجلس الشورى ومكتب إرشاد جديد. لأن البعض يقول لك لا أصل اللوائح، لا اللوائح إحنا النهارده في صورة كل أعضاء الشورى ومكتب الإرشاد كانوا استشهدوا في رابعة، كنا هنعمل إيه؟ هتنتخب ناس جديدة، هو ده واقع جديد شئنا ما بين والناس كلها متوحدة الآن خلف هذا التوجه، هذه القيادة، هذا المكتب المؤقت في الداخل الكل يرتضيه ويسير خلفه. إخوان الداخل اتفقوا تماما والجميع خلفهم حول هذا الأمر إلى أن يتم إجراء انتخابات لشورى جديد ومكتب. طيب شيخ عصام، سريعا يا شيخ عصام، هل هناك في إمكانية في ظل الأوضاع الأمنية الآن التي تمر بمصر وملاحقة النظام لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، هل هناك إمكانية لإجراء انتخابات مجلس الشورى ومكتب الإرشاد؟ نعم، تستطيع جماعة الإخوان إجراء ذلك تماما، ليس بدليل كلما يعتقل إنسان أو يستشهد إنسان بعد يومين أو 3 على الأكثر بديله بيكون جاهز ومسك مسؤوليته ومهامه. نعم، أشكرك الشيخ عصام تليمة من اسطنبول القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول أيضا لعبد الرحمن يوسف الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، والشكر موصول أيضا للدكتور محمد سويدان القيادي بحزب الحرية